في أوروبا والدول المتقدمة وقت الغداء ده وقت مقدس جدا، لأنه إحنا بناكل في أوقات علشان نعرف نكمل يومنا. مش بناكل لما نفضى، مش بناكل لما يجيلنا مزاجنا. في توقيتات محددة جسمنا لو إحنا مكلناش ما بنقدرش نكمل يومنا بتاع العمل بشكل جيد. مهم it's lunch time، يلا ولا نطبخ ولا نعك ولا انا عامله دايت ولا انا في العياده، عادي. علبه تونه لطيفه اهي وكابوتشا، يعني ولا بقى محتاجه ان انا ورقه وقلم واقعد اوصف لكم هناكل ايه. انا بحب الكابوتشا، في ناس ما بتحبش الحاجات الخضرة دي، الله يكون في عونهم. يحاولوا يختاروا حاجه بيحبوها، فلفل الوان، الألياف والبروتينات، يعني دايت زي الفل. عايزة بقى تحطي بدل التونة بيض، أومليت، بيض عادي، أوكي. عايزين نحط جبنة، مفيش مشكلة. عايزين نحط كولد كاتس، أنا بفضل الكولد كاتس عن اللانشون والكلام الفارغ ده. الكولد كاتس دي يا جماعة اللي هي بنروح نلاقيها في السوبر ماركتس كده، زي شرايح السلمون وشرايح صدور الدجاج او صدور التركي او اللحمة الباردة. ميزتها ان هي بتبقى بشكلها الطبيعي، ودايما تلاقوها كده محفوظة بتاع فيه فيكم يعني. انا بحب التونة، بحب السلمون، بحب السمك. تحفة، وعيش ولا وجع دماغ، انظروة العيادة. المهم فوقت الغداء لازم يكون وقت مناسب. نوع ومكونات الأكل تكون مكونات صحية على قد ما تقدر. بنقلل الكاربس لو عايزين نخس، مش معناها ان احنا نمنعها جدا. في عيش ريف، عيش ريف برضو لذيذ قوي، انا جربته، وخصوصا اللي بذور الشيا. لكن انا بقول لكم انا بحب الكابوتشا، فممكن اكل كابوتشا. يلا.